السلام عليكم، يومكم وجنين يا أحلى متابعين. هادو جرينات السكر بعد ما بردوا غمستهم بالسكر البودرة، وهذا شكلهم، ونبدو في مقاديرهم على طول مع بعض. وأي سؤال اكتبوا لي في الكومنت. أول حاجة هنايا عندي في المكونات كوب زيت وكوب مية عطر أو زهر وكوب سمن، ولو يكون السمن حيواني تطلع أطيب. وعندي ربع كوب من سكر البودرة، وعندي ربع كوب من اللوز المجروش، وعندي الخميرة ظرف خميرة بيكنج باودر أو ملعقة كبيرة. وبالنسبة للدقيق عندي 5 أكواب، ممكن تزيدي منهم ملعقتين، ممكن تنقصي منهم ملعقتين على حسب شرب الدقيق للسوائل. عرفتوا كيف؟ ايه هنايا خلاص نبدو في تحضيرها مع بعض. انا هنايا طبعا حطيت كل المكونات، صبيتهم فوق بعض علشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم وممل. صبيت كل شيء فوق بعضه، وصبيت الدقيق، وبديت هنايا اني نخلط، او بالاحرى نلم. يعني هنايا دي ما نعجنش، نلم، لانه هيك العجينة بعد ما نفردوها ونشكلوها حيقعد منها بقايا، حنعجنوها تاني. فالعجن يقسي الخلطة متاعت العجين، وزيادة الدقيق يقسي حتى هي العجينة. فشفتوه بهذا الشكل. أول ما نشكلها في يدي زي العبود متاع الزميطة، أو نشكلها زي العبود زي ما شايفين، معناتها هنا العجين عندي التم وجاهز للفرد بهذا الشكل. محلاها ومحلى لونها. بعدين هنا احنا أنا خديت شوية دقيق وفردته. نبي نوريكم شكل غير الشكل اللي معتمداته، اللي هو الشكل الزمني العادي، يعني القديم اللي جداتنا زمان يديروا فيه. فهو تاخدي قطعة من العجينة وتفرديها وتشكليها بيدك على شكل هليل، يعني بيدك تشكليها بهذا الشكل. وانتي طبعا عينك ميزانك، او حطي ميزان، وكل ما تاخدي قطعة وزنيها كانك تبيهم كلهم نفس الشكل. لو انتي تشتغلي في حلويات مثلا، في الحوش لزباين، فاتحة مشروع في الحوش. اما الطريقة اللي نستخدم فيها واللي نحس فيها سهلة ومعتمدتها طول الوقت، يعني وانا طبعا القرينات لازم نديرهم صراحة لاني نحبهم هلبة. فبهذا الشكل اللي هو ناخد العجينة نحاول نفردها بشوي بشوية. شايفين لاني ليه معجنتهاش في ما بين العجين والعجين شوية هيك فتحات. فعادي ما تخافوش منهم، انتوا بالحلال او بالشوبك شن تسموا فيه، تفردوا العجينة اقل من اصبع بشوية، يعني لا هي سميكة هلبة ولا هي رفيعة هلبة، يعني بحيث الحبة تجي هيك جنينة ومحترمة ومقدرة، يعني تشبع العين والفم إن شاء الله. فتحكمي أنت في سمك الحبة. بعد هنا يما فردتها بناخد فنجان قهوة، أي فنجان قهوة عندك صغير أو متوسط، وتبدي تشكلي. شفتوا كيف؟ مرات أنت حتى الهلال قبل ما تقطعيه تشوفيه بعينك كبير صغير وبعدين تقطعيه. شفتوا أنا ما بخلش عليكم بالتفاصيل كلها، تقريبا قلتها. هنا بعد ما قعدوا عندي هما البقايا متاع العجينة بنعجنهم ونخليهم يرتاحوا على جنب، باش ما نضطرش نزيدهم دقيق، ولو اني زدتهم دقيق بيقسوا. فمعلش لفوهم ببلاستيك، خلوهم على جنب. لو عندي عجينة قبلها يعني ما خبزتهاش او ما شكلتهاش، نشكلها لين هادو مية اللي عندي يرتاحوا. وبعدين أنا هنا كملت كل تقريبا المقدار، وهذا شكله رصيتهم في الصواني جاهزات للفرن. الفرن من فوق ومن تحت على درجة 200 بهذا الشكل. شوفوا محلاهم يجننوا، كلهم نفس اللون ونفس الشكل ونفس الحجم. هنايا بعد ما حطيتهم في الفرن، وهذا شكلهم بعد ما طابوا، وبالصحة وبالعافية عليكم. أنا هنايا ما قدرتش نحطهم معاكم في سكر البودرة لأن كان الوقت مش سادني. فنشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.